48 قنبلة نووية، الهند 90 قنبلة نووية، بريطانيا 200 قنبلة نووية، فرنسا 350 قنبلة نووية، الصين 400 قنبلة نووية. نطلع بقى للجماعة الكبار، أمريكا 10500 قنبلة نووية. أما روسيا أكتر دولة في العالم عندها قنابل نووية 18000 قنبلة نووية. طبعا كلمة قنبلة دقيقة قوي لأنها قنبلة ترمى من طائرة أو رأس نووي على صاروخ، لكن أقصد في النهاية إن مواد نووية متفجرة هنسميها إجمالا قنبلة نووية. إذا الأرقام لما نحسبها على بعضها هنلاقي بس أمريكا وروسيا 10 ونص و18 28 ونص ألف قنبلة نووية. مجمل اللي في العالم 29606 قنبلة نووية، يعني قول العالم فيه 30,000 قنبلة نووية، يعني يخلصوا على كوكب الأرض ده كله على بعضه عدة مرات، يعني يقدروا يبيدوا العالم بكامله شمالا وجنوبا شرقا وغربا بعشر المخزون النووي، يعني لسه يهدوا 10 كواكب تانية قد كوكب الأرض. عشان كده في ناس كتير مستشعرة الخطورة من وجود قنابل نووية بهذا الحجم في العالم. افترض واحد اتجنن وقال لك اضرب قنبلة نووية، الرئيس أوباما قايم متنرفز لأي سبب وقال لك ايه كوريا الشمالية زهقنا وقرفنا اضربوا كوريا الشمالية بقنبلة نووية. جنرال كبير وصل للسلطة مع الحقيبة النووية قال لك اضرب قنبلة نووية. واحد إرهابي وصل للقنبلة النووية قال لك اضرب قنبلة نووية، فردوا عليه بقنبلة نووية. وده هيحصل في المستقبل، لازم حد هيتجنن ولازم حد هيفكر ده واجب وطني، لأن الضابط الطيار اللي رمى القنبلة على هيروشيما قعد بعدها 50 سنة مستريح الضمير ومفكر نفسه كده أدى واجبه الوطني. إنما 350 ألف حشرة اللي ماتوا دول مش مهمين عنده، المهم إن هو أدى واجبه الوطني في الجيش الأمريكي. فممكن يجي حد مفكر ده واجب وطني أو حد يتجنن ونلاقي العالم كله دخل في مأساة نووية. سنة 62 كان في أزمة شهيرة اسمها الصواريخ الكوبية. إيه أزمة الصواريخ الكوبية ديت أو أزمة خليج الخنازير؟ الاتحاد السوفيتي وأمريكا، كوبا جنب أمريكا على طول، فالسوفيت عايزين يقرفوا الأمريكان فقال لك نحط صواريخ نووية في كوبا تبقى أمريكا على طول في وشها، أي لحظة من خلال وجودنا في كوبا نضرب أمريكا نوويا. وقتها كان الرئيس جون كينيدي قال يستحيل ده على جثتي وحرب نووية، وقعدوا 13 يوم أصعب أسبوعين في تاريخ العالم، كان ممكن تحصل فيها حرب أخطر من الحرب العالمية الثانية لأنها حرب فيها مخزون نووي بشع. إنما الحمد لله ربنا أنقذ العالم، وخروشوف بعد 13 يوم خد الصواريخ النووية دي من كوبا ووداها على الأراضي السوفيتية. العالم عمل 2000 تفجير نووي. إيه هو التفجير النووي؟ بروفا. لما بتعمل مسرحية بتعمل حاجة اسمها بروفا، بتعمل جورنال عدد اسمه الزيرو، بتعمل برنامج حاجة اسمها البايلوت، يعني بتعمل تجربة. فالقنبلة النووية بتعمل لها تجربة أول ما تنجح وتعملها، التجربة دي اسمها تفجير نووي، يا في صحراء شاسعة يا تحت الأرض يا تحت المية. العالم حصل فيه 2000 تفجير نووي منذ أول تفجير نووي في نيو مكسيكو في أمريكا لغاية دلوقتي. علشان كده العالم في مستقبله مخيف ومفزع. اللي ممكن يحصل لو كل الناس دول خبطوا ببعض، اللي ممكن يحصل لو بس 10% من 30,000 قنبلة نووية اترموا، يعني 3000 قنبلة نووية اترموا حول العالم. إذا كانت قنبلة واحدة كانت لسه صغيرة قد البومبة موتت زي ما قلنا 350,000 في اليابان، يا ترى لو أكتر وأخطر إيه اللي ممكن يحصل في العالم؟ علشان كده مشروع رئيس أوباما اللي قاله نظريا إخلاء العالم من السلاح النووي هو مشروع نبيل، وأن ينبغي العالم كله يمشي ضد الأسلحة النووية. لكن هذا النبل مثالي مش هيحصل. بالنسبة لنا في مصر عندنا بلد جنبنا أو عندنا عدو جنبنا ومحتل جنبنا اسمه إسرائيل.
هذا المحتل عنده سلاح نووي، وهذا المحتل كل شويه بيخوفنا ان لو في حاجه هيستخدم السلاح النووي. لكن طبعا العقيده العسكريه المصريه هي جاهزه لخوض اي حرب. وفي تقاليد الثقافه العسكريه المصريه في كتب للمشير ابو غزاله بتقول حتى لو حصل واسرائيل استخدمت سلاح نووي نقدر نصمد قدام سلاح نووي اسرائيلي وندير معركه منتصره مع اسرائيل. ومؤخرا صحف العالم اتكلمت على مصل مضاد للإشعاع النووي، الإنسان ياخده في الحالة ديت يقدر يقاوم الإشعاع النووي، فاللي هيموتوا اللي هم في مكان القنبلة، إنما ملايين الناس بعد كده يقدروا يعيشوا حياة مستقرة فيما بعد. إذن في العلاقة أو في التوازن بيننا وبين إسرائيل عندنا حاجتين. لا قدر الله لو إن في حرب استخدمت فيها إسرائيل قنابل نووية نقدر بنظرية المشير أبو غزالة نقاوم ونقدر ننتصر على إسرائيل رغم استخدامها لقنابل نووية. النقطة الثانية، ينبغي بأقصى سرعة إذا العالم توصل فعلا لهذا المصل وأصبح متاحا لو هندفع فيه قد إيه يكون عندنا عشان لو لا قدر الله حصل اعتداء نووي على مصر أو على المنطقة العربية. والنقطة الثالثة الكلام الجد، لازم مصر تكون جاهزة لسلاح نووي، لقنبلة نووية، مش لمحطة نووية لإنتاج الكهرباء. مصر تنتج أو تؤسس محطات نووية لإنتاج الكهرباء واستخدامات علمية أخرى، لكن تبقى قادرة، وقادرة غير منتجة. مش هنقف للعالم ونلاقي حصار ونلاقي عقوبات ونبقى زي إيران كل شوية مشاكل. لكن في فرق إنك تنتج قنبلة نووية وفي فرق إن أنت تقدر تنتج ولا تنتج. يعني اليابان تقدر في 6 أسابيع يكون عندها قنبلة نووية. ألمانيا في 6 أيام ممكن يكون عندها قنبلة نووية. فينبغي مصر تصل لمرحلة ألمانيا أو اليابان، اللي هو تقدر تنتج قنبلة نووية في وقت قصير، لكن ما تنتجش القنبلة النووية عشان ما تخشش في أزمة مع العالم. لكن لو العالم غمض في لحظة، نام في لحظة، عملنا صفقة في لحظة، يا ريت والعالم مغمض يكون مصر عندها قنبلة نووية. عند ذلك الحد احنا كل ما نستهدفه السلام، لأن في عدو جنبنا عنده سلاح نووي، ربما يكون من الضروري يكون في توازن نووي في المنطقة. يا هم يسيبوا يعني يشيلوا السلاح النووي، يعني يكون عندنا القدرة مستقبلا على إنتاج سلاح نووي من أجل توازن الرعب في المنطقة. إنما ما نأمله كناس عندها أو بالضرورة أو ينبغي يكون عندها نبل إنساني والحفاظ على الإنسان أيا كان في أي مكان، فإحنا نأمل أن يكون بعد 10 20 30 سنة لدينا عالم خالي من الأسلحة النووية، ونأمل في 5 6 10 سنوات يتم تدمير 30,000 قنبلة ورأس نووي موجود في العالم. وشكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.